ركز على السلوكيات الإيجابية اللي بتظهر منه وحاول إن انت تكافئه عليها، وحلو لو في كل مرة تكافئه بشكل مختلف عن التاني عشان ما يفقدش الشغف. والسلوكيات السيئة اللي بتصدر عنه حاول إن انت تتجاهلها، ودايما استخدام المكافآت وكل ده يبقى قبل استخدام العقوبات والشكل المشدد للحاجات اللي المفروض ما تظهرش، علشان هو كمان يبقى مركز أكتر على الحاجات الكويسة من العقوبة اللي خدها عن الحاجة الوحشة. لأن حتى زي ما أي حاجة عقلية، احنا المفروض لما في حاجة معينة ما ينفعش إن احنا نعملها بنفضل نفكر أنا مش هفكر في كذا، أنا مش هفكر في كذا، أنا مش هفكر في كذا، أو أنا مش هعمل كذا. دايما هتلاقيك بتعمل الحاجة دي أكتر من إن أنت أساسا ما كنتش مركز عليها. فاحنا دايما دماغنا ما بتشوفش احنا بنكرر الحاجة دي أو مش عايزين الحاجة اللي احنا بنفكر فيها جامد قوي دي، علشان احنا بنقول لها لأ. هو الدماغ على طول بتاخد الأمر بإن الحاجة دي هي اللي هنفكر فيها كتير عشان انت حفزتها. فهي نفس الفكرة إن انت ما تخلي